تعالى اقولك بقى ازاي تطلع معاكي الرواني بمنتهى الجمال والهشاشة والطريان وفي خطوة واحدة بس في الخلاط من غير اي مجهود نهائي. في ثانية هتقومي تعمليها. بصي عاملة ازاي، تجنن. شايفة هشة وطرية، واهم حاجة التسوية. هقولك طريقة التسوية. هنا جبت حلة على النار، حطيت فيها كوباية من السكر وعليهم كوباية وربع من المية، وهسيبها على النار على نار متوسطة لحد ما تغلي. وأول ما تغلي هضيف عليها عصرة الليمون، وهسيبها بعد ما تغلي 7 دقايق فقط ونطفي عليها. هنا بقى جبت الخلاط وحطيت فيه 3 من البيض، وحطيت نص كوباية من الزيت، وعليهم نص كوباية سكر او اكتر بقى حسب ما انتي بتحبي الحاجة مسكرة شوية يبقى تزودي الزيت. بتحبي الحاجة مظبوطة يبقى هي نص كوباية الزيت، ورشة من الفانيليا ورشة من الملح. هنضرب المكونات دي سوا مع بعض كده في الخلاط او الكبة بالمنظر ده كده. اول ما لونها يفتح معانا كده وتختلط كويس بالسكر بالمنظر ده كده، هنبتدي نضيف كوباية اللبن، وهنضرب مرة تانية مع اللبن نخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما نطلع معانا رغوة كده. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الخل، وعليهم كوباية من دقيق البسبوسة اللي هو الأكياس الجاهزة. مهم جدا الأكياس الجاهزة. لو هتستخدمي دقيق سميد يبقى هتستخدمي معاه جوز الهند. وحطيت الكوباية التانية دقيق، يبقى كوباية دقيق سميد وكوباية دقيق أبيض عادي وباكت من البيكنج باودر. هنا ضفت كمان نص كوباية من دقيق البسبوسة برضو. بعد ما ضربت الكوباية الدقيق وكوباية السميد مع بعض علشان يختلطوا كويس ما يبقاش تقال في البداية، وبعد كده حطي نص كوباية تاني من دقيق السميد. يبقى كل الاستخدامات كوباية ونص من دقيق السميد وكوباية من الدقيق الأبيض. ودقيق السميد يكون الأكياس الجاهز، بيبقى فيه جوز الهند وفيه مكونات تانية بتخلي طعمها في حتة تانية خالص. جبت بقى صينية مدهونة وهجيب وهفضي فيها كل الخليط اللي في الخلاط، وهجيب كده خلة وابتدي اعمل خطوط. دي بتخلي الفراغات كلها متساوية وبتخلي الكيكة تستوي معاكي كلها حتة واحدة، ما تبقاش عالية من حتة وواطية من حتة بالمنظر ده كده. بصي بقى السوا عامل ازاي. اهم حاجة بقى طريقة التسوية. لما نيجي نسويها نحطها على درجة حرارة 180، يعني اهدى درجة حرارة عندك في الفرن. تاخد معاكي 45 دقيقة. لو اخدت معاكي اقل من 45 دقيقة يبقى الفرن بتاعك عالي ومش هيطلعها مظبوطة ومش زي ما انت حابة. اهم حاجة التسوية الصح. وطبعا هنطلعها هي سخنة ويكون الشربات بارد، وننزل بالشربات بارد وهي سخنة، وهي هتطلع معاكي النتيجة بقى بالمنظر ده تجنن. مش قادرة اوصفلك طعمها وجمالها عامل ازاي، رهيبة. هتحطي كمية الشربات كلها اللي عملناها سوا مع بعض. بصي عاملة ازاي، فظيعة فظيعة بمعنى الكلمة. واهم حاجة زي ما قلتلك تاخد معاكي 45 دقيقة في الفرن على درجة حرارة هادية، ما تاخدش وقت اسرع من كده. لو النار عندك عالية هتاخد معاكي نص ساعة، مش هتطلع معاكي زي ما انت حابة، وهتفتكري نفسك ان انت المكونات معاكي مش مظبوطة. لا، هي طريقة التسوية. سواء بقى بتعملي رواني، سواء بتعملي كيكة، اي نوع من انواع الكيكات سويها بالطريقة دي هتطلع معاكي في منتهى الجمال. بتبقي مستغربة ايه الغلط اللي انت عملتيه. بيبقى الغلط هو انك انت عليتي فرن البوتاجاز او فتحتي عليها اثناء التسوية. الكيكة لما تحطيها في الفرن او الروان ما تفتحيش عليها قبل 25 دقيقة. قبل 25 دقيقة لو فتحتي عليها هتهبط معاكي وهتبوظ.